انت يا شباب وين واين؟ والله وين ده الصباح انا لقيت مناسبات محجوب هناك وبالليل العصر ماشي مناسبة علي هناك. يا اخي الزول ده ما خلى له مناسبه ما لف فيها، الزول ده بتاع طقه وليمه عجيب خلاص، لا في اليوم كله بس مناسبات. المواصل يا اخي. يا اخي مواصل بتاع شنو؟ لا الزول ده بتاع لبيه بس ما مواصل ولا حاجه. اخواننا الاستاذ انا والله ماشي عندي مشوار كده ومشي بجيكم ان شاء الله. لا بجيكم ثاني ان شاء الله. عارفين؟ عبد الرحمن ده زاد زول شويه يا اخي، شنو قاعد يمشي؟ فعلا ما قاعد يمشي، ما قاعد. انا ما حصل مره لقيته في مناسبه ناشف. انا ذاتي ما حصل لقيته في مناسبة عبد الرحمن، بس يتكلم يقول لك فلان مشى وفلان ما مشى، هو ذاته ما قاعد يمشي. ما قاعد يمشي يا ابو، ما قاعد يمشي نهائي ما شفته. تكلموا سوا يا الناس. ما يقول لي وائل ما تقول له من هاي. اسمع كلامي؟ هاي ما شاء الله عندي شغل بتاع كهرباء كده. لا تمام. لا عديله عديله يا زلمه. لا شغل. يديك العافيه الله يبارك فيك. كهرباء شنو يا زلمه؟ ده ماله مال كهرباء. ماله؟ تصدق؟ ما عنده اي علاقه بالكهرباء يا زلمه، لسه يقول لك ماشي يشتغل لا في جوا الحله ولا في جوا السوق، بعدين من الحله والسوق، هم ذاك وسط البيت ابراهيم هناك حرقوا له كله. عليه طلاق ما خلى في سلك. يا اخي معقوله؟ وتلصق ساعه كانوا متحيل. والله شغله عجيبه خلاص. الله يدي العافيه. فانا انا بستاذن عندي شغله كده بتاعت نقاشه غرفه. امشي على الحاسه سريع كده واشوف الحظ شنو. لا تمام. يا زول عديله عديله يديك العافيه الله يبارك فيك. ابو هزر نقاشه يا اخي العرب والنقاشه شنو يا اخي؟ ما بيشتغل يا اخي يشتغل شنو يا اخي؟ نقاشه شنو يا اخي؟ يا اخي سيبني يا اخي ابو هزر شنو يا اخي؟ داير يسوقنا ساي لان يا الله البلد دي عارفين حته عارفين اي حاجه فيها. ابو زر راكب بيا الزلط يعني عامل فيها نقاش. نقاش شنو يا اخي؟ نقاش شنو يا اخي؟ والله استاذ انا النصري والله يا اخي عندي برنامج كده يا اخي ماشي عليه، نتلاقى ان شاء الله. عديله يديك العافيه الله يبارك فيك. عواري قاعدين هنا بس عواري. والله يا اخي نسيت تلفوني يا قاعدين شنو النصري؟ النصري بتقطع فينا انا النصري؟ هنا اسمه شنو بتقطع فينا انا صاحبك النصري؟ يا زول يا اخي والله قاعدة تكون ذات انا عارف لا فيها خير ولا فيها بركه ولا فيها اي حاجه يا اخي. عليك الله سيبني يا النصري يا اخي. وصية لكل مغرد، وصية لكل من يتابع، أقول اتقوا الله، لا تطلق لسانك ولا قلمك ولا جهازك الذي تحمله بين يديك في أعراض الناس اتهاما. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وكلا الأمرين خطيرين. الغيبة النبي في حديث أنس البخاري لما عرج به إلى السماء يقول اطلعت على أهل النار فوجدت أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.